السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا وحشني الجو اقسم بالله. عندي امتحانات والله، وكلها واحد اتنين 5 شهور 5 شهور بإذن الله وخلاص. جامعة بقى وكده اللي هي أسوأ تقريبا. المهم ترند بداية السنة خلص. أيوة، بعدونا عن الزحمة دي. نفس الناس اللي عمرها ما هتتعلم بيحطوا نفس الأهداف، يلا دي أهداف السنة الجاية، عشان يجوا يحطوها السنة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها ومش يعملوها. تلاقي الجيم زحمة في أول يومين في السنة دول. أيوة عارف، أنا موتيفيشن أول السنة ده دخل الجيم زحمة موت. إيه يا جدعان، إيه ده، إيه دول؟ بس أهو كالعادة عدى أسبوع ولا لقينا حد. الجيم بقى فاضي اليومين دول. وتلاقي برضو اليوتيوب زحمة. يا جدعان عايزين نشوف المحتوى اللي بنحبه. كلهم بقى لسه أنا خلصت بسرعة، ازاي تخطط للسنه، ازاي تحدد اهدافك للسنه، ازاي تحقق اهدافك للسنه، عادات تسيبها في السنه الجديده، عادات تكسبها في السنه الجديده. ولا عايز اسيبها هستنى للسنه الجايه ليه يا جدعان؟ ما تعصبوش الواحد بالله عليكم. اللي بيقول هبدا بدايه السنه ده، ولا اقول لك والله الموضوع ده محتاج له فيديو. المهم رجعت لك بعد الزحمه. انا بحبك والله. انا فرحان، انت اسعدتني والله. من اللي حصل الفيديو اللي فات من اكتر الفيديوهات يعني ما كنتش راضي على الفيديو صراحه. حسيته ستوريات، مجموعه ستوريات متجمعه حاجه ما كانش واضح قوي، خصوصا ان هو كان اول تجربه يعتبر ما كانتش مكتوبه ليه. فكنت بفكر كتير ان أنا اخلي الفيديو برايفت او احذفه اصلا. سبحان الله جاب لي اعلى معدل ساعات مشاهده في القناه لحد دلوقتي. فشكرا والله على تعليقاتكم. احسن ناس في العالم يا اخي دول اللي بيعلقوا، وايوه سواء ايجابي او سلبي. اكتر كتاب اثر فيا، حسني، خلاني احسن. وانا مش هراجع الكتب دي ولا هحلل مبدئيا كده، عشان الواحد فيهم صراحه هيتظلم تماما لو هيتراجع في دقيقه. انا بس هكتفي بوضع الكتاب في مركزه بالنسبه لي، واقول مقدمه سريعه عنه، واقول رايي فيه، واخد اقتباس حلو وامشي. الا لو ما فيهوش اقتباسات يعني قوي. تصدق الحاجات كتير. في كام كتاب كده صراحه كنت متوقع منهم حاجه اعلى من كده، او قريتهم في ظروف معينه تخليني اتوقع حاجه اعلى من كده، وما كانتش قوي يعني. عايز اذكرهم برضه، ما كانوش يعني اقولها ازاي. ها انت فهمت. وفي كتب اشتهرت وعرف عنها عظم الفايدة في مجالها الى اخره، يعني مش هنطبق. بعضها قريته وبعضهم هيخش الترتيب، لكن مش كلهم. شايف ان في بعضهم او اغلبهم صراحة اوفر ريت. وده مش بالضرورة يقلل من قيمة الكتب دي، لا. هو مجرد بس ممكن ما ناسبنيش الفترة اللي قريته فيها، او ما يعني ما حسيتش بفايدته حاليا، او اتضح انها مش محتاجه. ممكن يظهر فايدته بعدين، الله اعلم. وخايف اقول اسمها صراحة. لا تشتم ايوه هي الكتب اللي يجي احمد ابو قيد ينصحك بيها، يقول لك حتى تتغير بعدها وبتاع وبس. طيب اخترت 9 كتب و6 روايات، هم الأعلى، و4 هم الأسوأ. خلينا نقول الأقل مش الأسوأ. وخلينا أبدأ بأقل 4. ليه؟ عشان الإيجابي يكون بعد السلبي ويطغى عليه. أتبع السيئات الحسنة تمحوها. ملهاش علاقة أوي. أكيد مش عشان ده اللي الناس مستنياه من الفيديو فتقوم تخليه في الأول وتخلي اللي الناس مستنياه في الآخر عشان تزود وقت المشاهدة. لا مين قال كده؟ طيب باختصار شديد عشان ما نطولش في النقطة دي، وعشان مش ده اللي انت استنيته من العنوان. الكتب هي 30 ظاهرة خارقة حيرة العلماء، وكيف تبيع أي شيء لأي إنسان لجو جيرارد، والخيط الرفيع لإحسان عبد القدوس، وهناك إله لأنتوني فلو. طب مبدئيا مع 30 ظاهرة خارقة حيرة العلماء، اللي هو أول 5 مثلا أو حاجة. جربت أول 5 كده، حلوين والله، ظواهر حلوة مثيرة للاهتمام. تصدق خيال حلو بتاع، حتى لو حقيقة يعني، حتى لو حقيقة ماشي قولنا حقيقة، بس برضه حلوين ماشي. تاني 5 اللي هو تمام، حلوين مش قوي يعني، بس يعني اللي فاتوا كانوا جامدين جدا، بس دول يعني. اللي بعدهم تبدأ تمل شوية يعني، خلاص يعني. حاسس ان الحاجات بدأت يعني ماشي. بعدين خلاص اللي هو مليت والله، مش حلو نهائي يعني. اللي هو يلا الظاهرة الأولى التانية التالتة الرابعة 5 6 كده بس، وكان ممل يعني. بعد بقى ممل صراحة، مش حلو يعني. انت مش فاهم هو قصص قصيرة ولا يعني قصص قصيرة ملهاش علاقة ببعض حسيته كده يعني. ما بحبش النوع ده اصلا. وكيف تبيع اي شيء لاي انسان هو كتاب مفيد جدا الصراحة، وحاولت اطبق اللي فيه. طبعا ما ظبطش. حاولت اطبقه في شيء معين وما ظبطش عادي يعني. انا مش شايف ان الكتاب هو اللي كان السبب، بس يعني الكتاب حسيته مش مفيد ليا دلوقتي يعني، مش مفيد في الوقت الحالي، بس اعتقد ممكن يفيد بعدين. ولكن الكتاب الصراحة كان مفيد يعني، بس هو يعني باختصار ما لمستش الفايدة حاليا. اما الخيط الرفيع لاحسان عبد القدوس فهي كانت برضو تجربتي الاولى مع احسان عبد القدوس، والرواية كانت حلوة صراحة، لكن حسيت فيها لبان كده. بحس في تلزيق كده في بعض الاحيان حسيت فيه محن كده، ومش قوي يعني. العلاقة غريبة أصلا. هو ممكن اللي يميزها إن هي غريبة جدا، بس ما
برضو ما جاتش على هواي، ما جاتش على جو. وممكن برضو اني شفت، يعني ما شفتش حاجة تميزها، يعني كنت متحمس صراحة، قلت احسان عبد القدوس بقى ما كانش قد كده صراحة. اما كتاب هناك اله لانتوني فلو، انا كنت فاكر اني داخل على حاجة معينة واصطدمت بحاجة مختلفة تماما. لا، وتوقعي ان يعني كان هيبقى كتاب العام بالنسبة لي، يعني رفعت سقف طموحاتي الصراحة، قلت ده فكرة مثيرة، ازاي تحول واحد من اشهر ملحدي العالم للايمان فممكن بسبب اني توقعت حاجة عالية قوي قوي، او بسبب اني توقعت حاجة تانية اصلا. من ناحية طريقة سرد الكاتب، نص الكتاب الكاتب بيحكي قصة حياته، واللي انا شايف ان هي متوقعة ومتكررة صراحة. وممكن برضو ان نصه التاني كان حرفيا مدجج بالمعلومات، واللي هي تحتاج بحث وعدم اكتفاء بالكتاب نفسه، واللي الكتاب اداني شعور بعكس كده في اوله، لكن حاسس ان انا ظالم الكتاب ده وغالبا هعيد قرايته تاني. طيب نروح لافضل الروايات، ورقم 5 رواية العنكبوت. وهي بتتكلم عن واحد في نظرنا مجنون، لانه كان عنده نظرية غريبة وحاول يثبت صحتها لدرجة قتله الناس. طبعا عشان ما تستغربش بس من التغيير اللي حصل، وحرفيا عدى اكتر من يوم عن اللي انت شفته من شويه. المهم كنا بنقول ان الشخص ده كان بيقتل الناس وبيعمل عليهم تجارب. وواحد اسمه راغب دميان مستني منه ايه؟ يلعب سكيت. في مشهد في الروايه كان جميل جدا الصراحه، مستحيل انساه، لما الراجل اللي هو تحسه اتجنن كده وبدا يتكلم اسباني وهو اصلا ما بيعرفش يتكلم اسباني. مش فاكر اقتباس الصراحه معين، فهروح لرقم 4، روايه الخوف لستيفن سفايك، وليس خوف لأسامة المسلم. وهي رواية غاصت في شعور الخوف عند الإنسان الناتج عن ارتكابه للخطايا، وبيصور لك سبايك حياة زوجة برجوازية خاينة لزوجها، وفي مرة من المرات واحدة من الناس اللي يعني طبقتهم تحت نوعا ما بتكشفها وبتهددها ان هي يعني لو محققتش مطالبها هتفضحها، فبيتملك المرأة دي الخوف، وانت بتشوف تبعات الشيء ده. وابدع سبايك صراحة في توصيل مشاعر الخوف، وده بيتمثل في الاقتباس: الخوف أشد من العقوبة، لأن العقوبة محددة دائما مهما كانت خطورتها. في رقم 3 رواية برضو لستيفن سفايك، وهي لاعب الشطرنج. وهي رواية قاعدة كلها بتاع 80 صفحة يا دوب، لكن يا واكيد هي مش بتتكلم عن واحد اتولد يتيم وغبي في كل حاجة، وسبحان الله شاف ماتش شطرنج وبعدين جرب يلعب شطرنج وظهرت عبقريته فيه وجمع كل الألقاب حرفيا منهم بطل العالم. ولو كانت بتتكلم عن كده ما كنتش هقراها، وغالبا ما كانتش هتشتهر الشهرة دي اصلا. وكان فيها مشهد جميل الصراحة، اللي هو مشهد كزنتوفيك بطل العالم المغرور، اللي هو كنا لسه بنتكلم عليه من شوية، هو بقى مغرور بعدين، ما علينا، هو مش حرق على فكرة، هو دي مش قصة الرواية، ده كله في المقدمة يعتبر. كان بيلاعب حوالي 10 رجالة تقريبا، النقلة كانت 10 دقايق. بيجي كزنتوفيك يلعب نقلته ويمشي، يستنى الرجالة دول يدوخوا حرفيا لحد ما يلاقوا لعبة معينة يلعبوها، لحد ما تعدي تقريبا 9 دقايق او الوقت يقرب يخلص فيلعبوا. بعدين ينادوه بجرس، بعدين يجي تاني بكل كبر بيلعب لعبة على طول من غير ما يفكر اصلا، بعدين يمشي، بعدين يجي تاني نفس الطريقة، لحد ما في مرة واحد منهم الرجالة دول جه يلعب، اذ بشخص غريب دخل كده من وسطهم وقال، حط ايده عليه كده، يا لهوي انا قال له ثانية ما تلعبش. واللي بعد كده يا كأنها حرب. والرواية على غير المتوقع من اللي انا قلته، هي بتصور لك مشاعر برضو، بس هنا مشاعر الوحدة والفراغ والكآبة الحقة، وبنشوف ازاي الوحدة ممكن تصنع لاعب الشطرنج. رقم 2 هي تفضيل شخصي شوية صراحة، لما الدكتور مصطفى محمود يدمج بين العلم والخيال في محاولة واقعية للتنبؤ بالمستقبل، فيا ترى هتشوف ايه؟ رجل تحت الصفر. وهي بتتكلم عن وضع البشر في سنة 2067، وإن البشر بقوا أشباه آلات، كل حاجة بتمشي بالعلم بس التفكير مادي بحت. ومن أول الرواية أنت بتشوف مشهد بيوضح لك قد إيه الدنيا اختلفت وبقت سريعة. الدكتور شاهين بيركب صاروخ عشان هيوديه من القاهرة إلى لندن، ويعني حس بالملل شوية وقال متثائبا: مضت 3 ثوان وربع على قيام الصاروخ، لقد بدأت أشعر بالملل. علم ما بتقفش في طوابير، ما علينا. المهم هي رواية فوق الروعة وممتعة جدا، ويا سلام لو انت بتحب العلوم وخصوصا الفيزياء، هتكون المتعة بالنسبة لك مضاعفة. ودي الرواية الوحيدة في حياتي اللي قريتها مرتين ورا بعض في 3 أيام متتابعة من كتر جمالها صراحة. في عالم جفت فيه المشاعر، أكيد هيفرق شعورك لما تقرأ. انت لا تفهم أن الحب ما زال هو الشعور البدائي الباقي بلا منطق. أما عن جائزة أفضل رواية في السنة، فكانت من نصيب نجيب محفوظ. الملحمة، ملحمة عيلة الجد الأكبر عاشور الناجي ابن الشيخ عفرة زيدان اللي مخلفوش، واللي انتهت برضه بعاشور الناجي
في دلالة على ان التاريخ بيعيد نفسه. الحرافيش رواية حاوت كل العالم، كل الطوابع، كل الأفكار، كل الحياة، مكسية بعشرات من الشخصيات اللي بتمثل الواقع في خلطة من الخير والشر، العزة والذل، الأمل واليأس، العدل والظلم، القوة والهزل. اتكلم فيها نجيب محفوظ عن النفس البشرية في أحقر صفاتها، وهي بتتضارب مع المبادئ الخيرة اللي المفروض تعملها، مقتدية بجدهم الأكبر، أسطورة الفتوات، أبو النبوت، رمز العدل، صاحب مقولة لتكن قوتك في خدمة الناس لا الشيطان. بص ثانية بس قبل ما أغرق في بحر المدح، خليني باختصار أقول لك هي إيه الرواية. هي بتتكلم باختصار عن عيلة عاشور الناجي، تاريخ عيلة عاشور الناجي، مصحوبة بصفات أهمها حب السلطة، حب المال، الشهوة. ودلل على ده نجيب محفوظ نفسه على لسان شخصياته لما قال: حبان يشكلان أضعف ما فينا، حب المال وحب السيطرة على العباد. وبتشوف برضو التغيير اللي قاعد يحصل في تاريخ عيلة عاشور، من عاشور نفسه لابنه شمس الدين، لابنه سليمان، لبكر، السماحة، لقرة، لجلال، فتح الباب وحوار الشهير مع جدته، إلى آخر واحد في العيلة. فتجد مع هذا ومع تغير أخلاق آل الناجي للأحقر أن آل الناجي قد ذابوا في الحرافيش، إلى أن أتت اللحظة وثار الحرافيش. يا أخي الرواية دي تحفة. طيب دلوقتي نروح للكتب، وهحاول أشد شوية. في رقم 9 كتاب مباريات سيكولوجية لعادل صادق. الكتاب ده خلاني أركز شوية في علاقاتي، في تعاملاتي، خلاني ممكن أتوقع ردة فعل معينة في وقت معين من شخص بتميزه صفات معينة، فبقيت أحتاط بعض الأحيان في حالات معينة، واللي قسمها الكاتب للثلاث ذوات، أو للذوات الثلاثة، أي حاجة، اللي هي ذات الطفولة والوالدية وذات البالغ. وبيقول إن الإنسان بيحوي جواه الثلاث شخصيات دول، ولكن عشان يكون إنسان أفضل لازم يتعلم يوازن بين الثلاث شخصيات دي. ما ينفعش يعيش مثلا واحدة فيهم بس هي اللي ظاهرة والباقيين مش ظاهرين نهائي، هنا يبقى ده عنده مشكلة نفسية. وكان الكتاب بسيط جدا الصراحة وحلو. ورقم 8 خطواتك لفهم الاقتصاد لجاسم سلطان. والحقيقة الكتاب ده قريته في بداية السنة، ولكن فاكر منه أسلوبه السهل والممتع، ومن اسمه الكتاب بيشرح المبادئ الأساسية والحاجات يعني اللي بيرتكز عليها علم الاقتصاد، لكن ما توقعش ان الكتاب ده هيفيد المتخصصين. ورقم 7 كتاب لغز الحياة للدكتور مصطفى محمود. كان كتاب شامل أكتر من موضوع، اتكلم عن الحشرات، اتكلم عن الفيروس وتشبيهه المشهور بدراكولا، عن نظريات فرويد ونظرية داروين، وعن المصادفة اللي بتعذر بها كتير من الملاحدة. وده كان الصراحة جزء المفضل، هو والفصل اللي بعده اللي كان مفتاح اللغز، لغز الحياة، واللي افتتحوا بسؤال الحقيقة كان هيكون تاني فيديو على القناة دي بس يعني سحبت عليه مش عارف ليه، واللي هو هل العقل هو مجرد نشاط المخ؟ وكان كتاب في مجمله رائع. ورقم 6 رقائق القرآن. تجربتي الأولى مع الشيخ إبراهيم السكران، وهو تأمل وتدبر من الشيخ في القرآن ومعانيه وربطها بحياتنا، وهو مدخل جميل الصراحة للتدبر، لكنه كان يعني ممكن أقول إنه بسيط زيادة، لكن هو جالي في وقت أكتر من مناسب، وممكن ده السبب اللي مخليني حطه في مكانة عالية عندي، مع إني أتوقع إن مستويات باقي كتب الشيخ إبراهيم السكران هتكون أعلى منه. رقم 5 هو كتاب للدكتور مصطفى محمود، وقررت إني ما أقولوش في العلن لأني مش شايفك دلوقتي ومش عارف حالتك الحالية. وللأسف الكتاب ده رغم انه يعني الدكتور مصطفى محمود كان عايز يوصل بيه حاجة، لكنه ممكن يؤدي لنواتج او لنتائج قصدي ما كانش عايزها الدكتور مصطفى محمود. اتوقع دي السلبية الوحيدة في الكتاب، لكن الكتاب رائع صراحة. بس انا زي ما قلت ممكن بنسبة 50% ممكن يؤدي بشكل عكسي معاك. رقم 4 الأب الغني والأب الفقير لروبرت كيوساكي. انت أب وشايف ابنك غبي في التعامل مع الفلوس؟ طب انت أب وشايف نفسك سيء في التعامل برضو مع الفلوس؟ طب سؤال تاني، هل لازم يرتفع دخلك عشان تكون إنسان غني؟ طب ايه هي الأصول والخصوم؟ وكل ده وأكتر في كتاب في مجمله مسلي ومفيد جدا الصراحة وجميل، والصراحة مش شايف انه محتاج اني اتكلم عليه نهائي، لانه تقريبا الكل اتكلم عليه، وانا شايف اني مش احسن حد هتكلم عليه، وهو الصراحة يعني مفيد الى حد رقم 3 واللي دلني عليه الاب الغني والاب الفقير، وهو الأغنى رجل في بابل، مش الأغنى كده، أغنى رجل في بابل لجورج كلاسن. وهو كتاب بيتكلم عن البابليين في أمور المال، كونهم أقدم ناس يعتبر اشتهروا بوضع قوانين مالية، وكانوا أصلا عايشين في رخاء وغنى، وكان بيعرض فيه قصص مسلية، يعني قصص صراحة لحد إن أنا نسيت إن أنا بقرأ كتاب يعني حسيته رواية أو مجموعة قصص. المهم هتعلمك القصص دي إزاي توفر فلوسك، إزاي تحط فلوسك في شغل مثلا، إزاي تختار استثمار بحكمة،
ازاي تطلع من الديون. الحقيقة القصص دي بالنسبة لي كانت كوميدية شوية، الأوصاف يعني تحسها كانت غبية لدرجة الضحك أو بلهاء كده. الإناث مثلا كانت تحس أكبر إنجاز الواحدة فيهم إنها تكون يعني زوجة فاضلة لرجل بين الرجال، رجل ذو مكانة عالية وكبيرة بين الرجال. ولو انت راجل فما تفرحش قوي برضو. الرجالة كانوا تقريبا نوعين في الكتاب ده، يا اما ثري ذو قيمة عالية بين الرجال، لازم يعني ذو حاجة كده بين قوسين بين الرجال، او انك تكون عبد ذليل خادم يطمح ان يكون رجلا بين الرجال. وده يعتبر النموذج اللي ركز عليه الكتاب. بيتكلم عن بعض الرجال اللي هم كانوا في الاول يعني حالهم مش قد كده زي ما كنا بنقول، وكانوا بيطمحوا ان هم يكونوا رجال بين الرجال، واصبحوا رجال بين الرجال، وبياخد الحكمة اللي كانت عند الناس دي. كتاب يعني كان رهيب، مفيد، مسلي جدا الصراحة. اما رقم 2 فهو الكتاب اللي زهقونا بيه وزهقونا بمؤلفه صراحة، لكني فوجئت من كمية الفايدة اللي لقيتها من الكتاب ده واللي طلعت بيها من الكتاب ده. ما هذا يا جيمس كلير؟ العادات الذرية. ازاي تبني عادة وازاي تعمل العكس بأسلوب واضح عليه انه شخص ذو خبرة مش قليلة نهائيا في المجال ده. ومن اكتر الحاجات اللي نسبتني في الكتاب ده صراحة ان هو مش بيقولك على عادات معينة مثلا تمشي عليها او عادات تكتسبها معينة هو بيديها لك، لا هو بيديك اصلا حاجة زي منهجية كده انت تعمل العادات اللي انت شايفها مناسباك. والعكس صحيح. طبعا مش هزود في الكلام عليه لانه مفيش حد سابه في حاله مثلا، مش عايز افور برضو صراحة، بس لا بجد كتاب مؤثر، ده اقل ما يقال عليه. رقم 1، وده اكتر حاجة فاجأتني، وهتعرفوا ليه بعد شوية، هقول ليه. يعني الكتاب ده اصلا ما كانش هيخش القايمة دي، بس يعني اينشتاين والنسبية للدكتور مصطفى محمود. مبدئيا الكتاب ده ما خلانيش افهم النظرية النسبية بشكل كامل، ما خلانيش حتى افهمها بنسبة عالية، خلينا نقول مثلا نسبة 90% او حاجة زي كده. وخلينا نبعد شوية عن اجاباته اللي هي زي مثلا ان هو بوابة ممتازة لأي حد عايز يفهم مثلا النسبية. بوابة كويسة يعني، مش بقول انه احسن حاجة، بس بوابة ممتازة صراحة. نبعد برضو عن بساطة لغة الدكتور مصطفى محمود اللي كانت جميلة في الكتاب. لكن الكتاب ده حسسني بحاجة تانية خالص، حسسني بمحدوديتي، حسسني بصغري، مش بالضرورة في كم معلوماتي في شيء معين مثلا، لا في محدودية حواسي، محدودية إدراكي، اللي بتخليني أفهم إني مش لازم أوصل لحقيقة مطلقة بحواسي مثلا، مش لازم أثبتها بعلاقة رياضية مثلا. بيفكرني بقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الكتاب في نظري هو كتاب بيعزز الإيمان بالله، بيبين محدودية وضعف الإنسان وغروره. الحقيقة بقى إن الكتاب ده ما كانش هيدخل القائمة أصلا، وبعدين قلت لا الكتاب ده يعني أثر فيا، ممكن أخليه في حاجة شرفية مثلا، أجيبه بشكل شرفي لقصة حصلت لي معاه زمان، زرعت فيا حب العلوم والفيزياء خصوصا. وبعدين حطيته رقم 3، وبعدها قلت لا الكتاب ده هو أفضل كتاب قريته، أكتر كتاب أثر فيا. كتاب أينشتاين والنسبية بالنسبة لي هو فكرة اتزرعت فيا من صغري، ورجعت له في أواخر سنة 2021، وأنهيته في تقريبا 1/1/2022. الكتاب ده كان هو السبب في صنع مفهوم المصطفى محمود في دماغي. ممكن تكون شايفني ببالغ وأنا هفهم ده، لكن الكتاب ده أقل حاجة أقدر أقولها عليه إن هو ساب بصمة جوايا. متنساش تشترك في القناة وتعمل لايك لو عجبك الفيديو، وتقول لي رأيك، وده الأهم بالنسبة لي. وأتمنى تكون طلعت بحاجة من الفيديو أو استمتعت بيه على الأقل. وعلى الله قصد السبيل، وختام فسلام من الله تعالى عليكم.